كاين بزاف اللي عندهم مشكل مع هاد الحلوه، وغير حطيتها في ستوري كامل طلبتوا مني الوصفه. وصفه سهله ماهله توالي من العيد الكبير، وصفه مشقق الشوكولا. على بالي تحبوا ديروا دائما في العيد الكبير حلوه سهله خفيفه ظريفه، ما تديلكمش الوقت باش تتقهواو بها، يما نديروا هاد الحلوه مشقق الشوكولا سهل ماهل وبنتو كالعاده. هنايا الكاس تاعي يحمل 250 مليلتر، درت به كاس الا ربع تاع السكر العادي، كاس الا ربع تاع الكاكاو البني، نص كاس تاع الزيت. نخلط كلش غير بالفوي، بعدها نجي ندير 3 حبات تاع البيض، نكمل نخلط مليح بالفوي بهذه الطريقه حتى وين يتمزج مليح هذاك البيض. ونجي ندير مغرف صغيره تاع لافاني، ندير الكاس الاول تاع الفارينه مع مغرف صغيره ونص تاع خميره الحلوه، نخلط مليح وندخل مليح هاد الفارينه. بعدها نجي ندير كميه تاع لي بيستول نواغ من عند باتيسي اللي دائما نستخدمهم ويسهلوا لكم الخدمه كما راكم تشوفوا. درت قيسكم شاب يدي كما راكم تشوفوا، زدت كسرتهم كما شفتوا نقدروا نكسروهم بكل سهوله. دخلتهم مليح في لاباط وزدت جيت درت نص كاس تاع الفارينه، دخلته غير بشويه. شوفوا اللاباط لازم تحصلوا العجينه تكون تلصق شويه برك في اليد وتكون طريه. نحطوها في فريجيدار لازم تريح من ساعه ونص حتى 2 سوايع. نروح نجيب سنيوه تاعي، انا الحبات تاعي كما راكم تشوفوا هنا نوزنهم من 26 حتى 27 غرام، كيما حبيتوا تحبوا تكبروا ولا تصغروا. كل حبه ندير فيها وحده تاع لي بيستول نوار تاع باتيسي بهذيك الطريقه، نغلق عليها نكورها ونجوزها في السوخي كلاص. سيو كيفاش تعبزوهم شويه، ما تخلوش الشكل تاعهم كروي، ندخلوهم يطيبوا على فرن مسخن من قبل. طريقه الطبخ مكتوبه تحت الفيديو، خلوهم حتى وين يتشقوا وتقدموهم بصحتكم.